كلامي اليوم يمكن ما يعجب كثير، بس أنا راح أقول الحقيقة. الطائفة العلوية الكريمة اللي هم إخواننا، واللي هم أساس سوريا، واللي أنا بقول إنهم أطيب طائفة هم والمسيحيين بكل سوريا حقيقة. شعب مثقف، شعب آدمي درويش بحب الخير. أنا بدي أسأله بس سؤال، ما بكفي؟ ما بكفي إنه يعني لأيمت راح تضلوا وقود؟ والله لأيمت، والله في ضيع ما بقاش فيها رجال يمكن من تحت راس بشار، ماتوا كلياتهم وقت الحرب، ما بقاش فيها رجال فعلا. يعني يمكن نسبة الرجال 4 نسوان لرجل، ما صفاش، كلهم انقتلوا في سبيل بشار. وهلق نفس الشيء في سبيل غزل. طيب لأيمت بدكم تضلوا حطب؟ لأيمت طائفتنا وطائفتكم لأيمت راح يضلوا حطب للجهال؟ واحد غزل والثاني حكمة الهجري. والله أنا بدي أقول حقيقة، مظلوم عابدي رجال، عجب الكل ولا ما عجب رجال، بس على الحقيقة كل ما يصير في مشكلة أو كل ما يصير في قصة يحمل حاله يروح لدمشق. شرف يا سيادة الرئيس، تعال نحل هالقصة. نحن عنا الشيخ حكمة بضل يقول راحت القرى وفي معتقلين. طب شرف احمل حالك، كون رجل مثل مظلوم عابدي وروح قل له لرئيس أحمد الشرع هيك أنا بدي المعتقلين وبدي القرى. ليش مظلوم عابدي؟ يعني عاطين حالكم قيمة أكبر من مظلوم عابدي. لا عندكم قوات مثله، ولا عندكم مصاري مثله، ولا عندكم واحد قاعد بلبنان وقاعد كل شوي والتاني يطلعوا وبده يستنكر وبده كذا غزل. لك احمل حالك، عندك معتقلين في قضايا مظلومية بدك ترجع العالم وظيفتهم، شرف لعند الرئيس أحمد الشرع وقل له أني هيك بدي. إذا كنت رجل أنت ولا الشيخ حكمت لسه بيقولوا في معتقلين وفي مشاكل وفي طائفية وفي كذا، وهم قاعدين كل واحد بقصر العاجي عم بيتاجر بدم طائفته، من الشيخ حكمت للشيخ غزل. أما مظلوم عابدي رجال، كل ما يصير شيء بيروح على القصر الجمهوري لعند الرئيس أحمد شرع بيقول له هيك القصة، خلينا نلاقي حل. أما أنتم مانكم زلم، وأني أتحدى حكمة الهجرة وأتحدى غزل إنهم يكونوا زلم ويروحوا على دمشق، وأني أكفلهم إنه مش راح يصيبهم شيء، لا يعطوا لحالهم قيمة أكبر إنهم راح